السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك فوز النصر، وانا اعتقاد انه فوز مهم على الاقل نفسيا. تحتاج الفوز قبل ان تلعب مع الخليج في نصف نهائي كأس الملك. النصر امس امام الخليج ثلاث مشاكل. المشكلة الاولى ان طريقة النصر امس لما تلعب خمس مدافعين معناته انك تضعف وسط الملعب. النقطة الثانية اوتافيو امس ما يعرف هل يغطي مع سلطان الغنام جهة اليمين ولا يتحرك في العمق. يعني مثلا الكورة مع الخليج سلطان من لاعب جناح يدافع كظهير، واليكس من لاعب جناح يدافع ظهير. كم يدافع النصر؟ يدافع خمس لاعبين، خمسة دفاع. طيب اطراف الملعب في مساحات، فهنا اوتافيو مضطر يغطي كل هالمساحه اللي بينه وبين سلطان الغنام. يعني اوتافيو من العمق يتحرك على الطرف، يحاول فترات انه يغطي جهات سلطان. هنا لما تصير في مساحات في وسط الملعب، هنا ترهق لاعب مثل اوتافيو قوي في الكرات القصيره لما تسيطر على المباراه، لكن تجبر اوتافيو انه من العمق يتحرك على الطرف يغطي مع سلطان الغنام. هنا مرهق سلطان الغنام، وبنفس الوقت وسط الملعب صار في مساحات، عشان كذا الخليج يلعب بارتياح. النقطة الثالثة انه اوتافيو وين كان يلعب امس؟ يلعب قريب من رونالدو صانع لعب، لكن اوتافيو امس ما كان يلمس الكورة كثير، لان الكورة بين عبد الله الخيبري بينه وبروزوفيتش، لكن ما تطلع الى الامام. فهنا اوتافيو ما كان يلمس الكورة كثير، فكان دوره يحاول يغطي هالمساحات. كورة مقطوعة يبدا يغطي اوتافيو، كورة مقطوعة يغطي مع جهة سلطان. هنا مرهق لاوتافيو، عشان كذا سوى هو الشوط الثاني المدرب طلع عبد الله العمري ونزل عبد الله الخيبري كمحور، خلاه مدافع ثالث. يعني لعب لابورت، عبد الله الخيبري والفتين، سلطان الغنام، وايضا اليكس كظهير ايسر. لكن وش سوى؟ رجع اوتافيو مع بروزوفيتش، اثنين محاور، عشان يتحكم في وسط الملعب وعشان تستفيد من اوتافيو على مستوى التمرير. لاعب يدير وسط الملعب، فهنا رجع اوتافيو مع بروزوفيتش وخلى من امامهم علي الحسن على الاقل بدنيا ولاعب قوي ولاعب طويل، ممكن يغطي لك بعض المساحات على مستوى اطراف الملعب، خصوصا جهه سلطان الغنام. تحسن النصر، لكن لا ننسى انه ايضا بروزوفيتش امس من اسوء اللاعبين، بروزوفيتش ما في شيء يذكر. رونالدو بعيد عن موضوع التسلل، لكن ثلاث فرص خصوصا الشوط الاول، فرصتين يعني امام المرمى، لو كان في افضل احواله وقادر انه رونالدو من هالفرص يسجل لو على الاقل هدف واحد. لكن بالنسبه لي اللي كان الافضل طبعا لابورت، اوسبينا وتافيو، لكن اعتقادي وتافيو على مدار 90 دقيقه هو الافضل، هو الاميز. لاعب لا يتاثر في سوء الفريق، لا يتاثر بحال الفريق، لا يتاثر في مستويات اللاعبين، دائما ينزل في الملعب وتحصلوا افضل لاعب على مستوى التمرير، على مستوى الصناعه، لاعب لا يخسر كورته بسهوله. عموما الطريقه اللي لعبها امس هذه لا تساعد اللاعبين، بكل امان لا تساعد اللاعبين. ارجع لطريقتك المعتاده، اربع لاعبين وسط الملعب، دفاع. يعني السلطان الغنام، النصر يرجع لطريقته المعتاده، لانك انت لما جربت الفيحة الشوط الاول تحديدا استقبلت هدف، لكن لما جاء الشوط الثاني سحبت الفتين، ورجع السلطان الغنام ظهير، وعبد الله العمري ولابورت واليكس، عبد الله الخيبري وبروزوفيتش وتافيو، يمين عبد الرحمن غريب، يسار ماني، ومشاري النمر المهاجم لما كان غايب رونالدو. لعب طريقتك معتاده، ورجعت الشوط الثاني وفزت وسجلت 3 اهداف. هنا امس امام الخليج شفنا فترات الشوط الاول حتى فترات الشوط الثاني الفريق مش قادر يسيطر على الكوره، وشفنا المساحات اللي بوسط الملعب. وبنفس الوقت حتى لو لعبت بالطريقه هذه، يعني لو لعبت بالخمس مدافعين وعشان تستفيد من اوتافيو وبروزوفيتش، لازم تسيطر على المباراه. امس ما سيطرت على المباراه، فبالتالي الكوره ما تصل اوتافيو كصانع لعب. يعني اوتافيو امس وين دوره صانع لعب قريب من رونالدو، هو اللي يصنع رونالدو الجهه اليمين جهه اليسار. لكن عشان يصنع اوتافيو الكوره ما تصل، ما كنت تسيطر عليه، فبالتالي اوتافيو يتحرك ملعب الخليج لكن ما تجيه الكوره، معناته انت ما انت قادر تسيطر على وسط الملعب. عشان كذا رجع اوتافيو مع بروزوفيتش، لكن ترجع طريقتك المعتاده. وانا اعتقاد انه البدايه من مباراه الخليج في نصف نهائي كاس الملك. اتمنى رونالدو يستثمر الفرص، لان الفرص هذه لو تكررت امام الخليج في نصف نهائي كاس الملك ترى ممكن تطلع من البطوله. ونعرف السنوات الاخيره مع احترامي طلعنا الوحده، طلعنا الفيصلي، اخر بطولتين من كاس الملك، الوحده وايضا الفيصلي. فنيا الخليج فريق محترم، يكفي من 8 مباريات لم يخسر الا مباراتين او مباراه واحده فقط. الخليج فريق محترم يعني، ونسخه مصغره من التعاون الخليج. فعشان كذا نقول النصر لازم يكون حاضر امام الخليج، خصوصا الكلام على اللاعبين المؤثرين. بروزوفيتش لازم يكون في افضل احواله امام الخليج. الكلام على ماني، الكلام على رونالدو لابد يستثمر الفرص. يعني نعرف رونالدو لاعب هداف، رونالدو من نصف فرصه قادر يسجل،
لما تتكرر عليك 3 فرص 4 فرص انت متعود على رونالدو، من 4 فرص ممكن يسجل 3 اهداف. عشان كذا قلت اتمنى رونالدو يكون في افضل احواله. طبعا مع عوده اي من ناحيه مركزه صانع لعب، يعني ممكن يلعب بروزوفيتش وتافيو من امامهم اي من ناحيه. شفناه مع منتخب الاولمبي ممكن يلعب المركز هذا، لانه في اشكاليه من يلعب كصانع لعب. انا ابي بروزوفيتش وتافيو مع بعض، اثنين محاور، وتافيو فنان على مستوى التحكم، على مستوى بناء الهجمه، لاعب يسيطر على وسط الملعب مع بروزوفيتش خصوصا وتافيو. فاتمنى منه صانع اللعب اليوم، ممكن يلعب اي من ناحيه، هذا وارد.